بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والأخوة في إدارة مركز الرافدين للحوار، سيدات والسادة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ويسعدني أن أكون من المتحدثين في جلسة الافتتاح في هذا المركز الفاعل الذي كان دائما سباقا إلى عقد طاولات الحوار الجادة والجريئة، وظل على الدوام منبرا للكلمة الحرة والمهنية، وبقى طوال مسيرته نموذجا في الاعتدال ومروجا لخطاب التسامح الذي نحتاج إليه في هذه اللحظة الفارقة والحساسة للتاريخ العراقي. وحين أشكر مركز الحوار والعاملين والمنظمين لهذا اللقاء، فإنني بالضرورة أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل الآراء والأفكار والمقترحات التي صدرت عن اللقاءات السابقة والتي ستصدر لاحقا، كونها تصب في معالجة الحالة الراهنة على نحو يستحق الاحترام والتقدير. كما لا يفوتني أن أعبر عن بالغ الأسف لما تعرض له مركز الرافدين خلال الأيام الأخيرة من اعتداء يدل على أقل تقدير على جهل الفاعل بدور التفكير والتنظير في صناعة القرار والتمهيد لخلق الحلول. فمراكز الدراسات في كثير من الأحيان تكون بديلا فعليا عن السلاح، وحين نتجاوز الحوار فهذا يعني أننا عبرنا بلا حسابات إلى صف المواجهة والتناحر والصراع، وحين ذاك نكون قد حكمنا على المستقبل بالظلام وعلى الأجيال القادمة بالضياع. السيدات والسادة، إن خارطة الحلول التي يمكن أن نبحثها في هذه المبادرة التحليلية يجب أن تستند إلى الواقع الذي نعيشه بكل تجلياتنا التي نواجهها، بما في ذلك زخم الفشل الذي تكرر خلال السنوات الماضية. وإن كان هنالك الكثير من النجاحات الكثيرة التي حققتها الدولة العراقية، فإن التغاضي عن هذه الأخطاء ستجعلنا أمام أصعب الحلول وأكثرها تعقيدا. لذلك يجب أن تكون حلولا واقعية لا حلولا ترقيعية، لا تراعي الحالة العراقية ولا تنطلق من حاجاتها التي أصبحت ماسة جدا وضرورية للغاية. ولذلك فإنني أجد أن أنجع الحلول هي الأكثر صراحة وإن كانت الأكثر قساوة. الأخوات والأخوة الحاضرون، أن تهميش أو تحييد أي لون اجتماعي أو سياسي عن مشهد الحل في المرحلة القادمة يعني أننا نتعمد تضمين الجروح بلا معالجة. ويجب أن يكون هنالك رأي واضح للشباب العراقي الذي أسس لحركة تشرين في المظاهرات الأكثر فاعلية التي مرت في تاريخ العراق المعاصر، واعتقادنا أننا استطعنا إخفاءها عن الأنظار، فهذا الأمر لا يمكن التجاوز عنه. لا يمكن إخفاء هذا الحراك الشعبي عن الأنظار، حتى وإن تأجلت المعالجة يجب أن تكون هنالك معالجة حقيقية ومعالجة المشاكل الكارثية التي قد تؤدي إلى مشاكل أعمق لا سمح الله. قد تكون الانتخابات النيابية التي ستجري قريبا إحدى الحلول المرحلية المهمة، ولكن السؤال الجوهري الذي يواجهنا: هل ستشكل هذه الانتخابات الحل النهائي، أم أننا يجب أن ننظر إلى الانتخابات على أنها وسيلة ممهدة ومهمة للمرحلة الاجتماعية والمرحلة السياسية القائمة التي ستمنحنا الفرصة للشروع في خطة الإصلاح وإيجاد الحلول المناسبة التي تتطلب من الجميع تنازلات كبيرة. وبغير هذه العقلية وهذا الاستعداد لا يمكن أن نجد طريقا للحل. تمنياتي لكم جميعا بالموفقية، وأكبر فيكم هذه الروح الوطنية في البحث والتحليل للوصول إلى فرصة تاريخية قادرة على صناعة المستقبل الذي نطمح إليه جميعا. كما أتمنى لجميع الباحثين والمشاركين النجاح في أوراقهم البحثية التي نرى أنها في حقيقتها جهود كبيرة ونوعية في هذا الإطار، وكلنا أمل أن يدرك صانع القرار أهميتها ويمنحها الفرصة الحقيقية لتسلك طريقها إلى ميدان الحلول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.